رسميا فشل صفقة انتقال محمد بن رمضان للنادي الأهلي. بعد ما خلاص الأهلي كان هينهي الصفقة واللاعب كان هيوقع، فالقيد اتمد لنص تسعة، والأهلي بدأ يماطل في الصفقة ويحاول يقلل المبلغ، رغم إنك المفروض كنت هتستلم دفعة من فلوس عبد المنعم وهتحولها على طول للنادي المجري كدفعة أولى عشان تقدر تاخد بن رمضان. لكن الظاهر كده إن الخطيب مش عايز يفك الكيس، رغم إنه كولر طلع وقال لك إنه متمسك باللاعب ومحتاجه معاه، خصوصا إنك داخل على بلاوي سوبر أفريقي ودوري أفريقي وأبطال أفريقيا وكأس القارات للأندية وكأس العالم للأندية اللي هيبقى في السنة الجاية، فدي كلها حوارات كبيره سعادتك. فالتباطؤ ده مش في مصلحتنا خالص، خصوصا ان اللاعب اول ما هيروح لتونس في التوقف الدولي جماهير الترجي هتضغط عليه، وساعتها هنقول الصفقه بح. اللي انا متاكد منه ان الصفقه دي لو تمت هتكون في اخر ساعات القيد عشان الجمهور ما يطمعش بعدها، لاننا طبعا محتاجين وينج ومهاجم. بس نقول ايه بقى، انت اللي جبته لنفسك في النهايه. انت ايه رايك في الكلام اللي بيتقال وتعامل الاهلي مع الصفقات، رغم ان خلصت صفقات مهمه زي يوسف ايمن ويحيى عطيه الله واشرف داري؟ وبس، انا عمر هاني ودي صفحتي حدوته من المدرج. ما تنسوش اللايك والفولو لو تيك توك واللايك